السادة الكرام في الوفد الفلسطيني في القاهرة، أرسل لكم ورقتي هذه من قلب غزة الحزينة، غزة المحاصرة، غزة الصامدة. يعلم الله كم عانينا في هذه الحرب وما زلنا، كم خسرنا وكم تألمنا، وأملنا في الله ما انقطع بعد هذا الثبات الأسطوري أن يمن علينا بنصر مؤزر. أنا مواطن بسيط من هذا الشعب المكلوم، فقدت نصف أفراد عائلتي، ورغم جراحي لا أطلب المستحيل. أنتم الآن تفاوضون باسمنا، لذا من حقنا أن نخط هذه السطور لبعض مطالبنا وحقوق شعبنا الطبيعية بعد ما قدمناه في هذه الحرب. أولا وقبل كل شيء، أوقفوا عدوان إسرائيل الهمجي وتعطشها لدماء أهل غزة. من المؤكد أن إعمار غزة وتأمين المساعدات العاجلة عبر الحكومة الفلسطينية بعد عقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار من المسلمات التي ستكون خارج نطاق التفاوض، لأنها حق لنا مشروع بعد الدمار الذي لحق غزة. فاوضوا على إنهاء حصار غزة إلى الأبد وفتح المعابر كلها حتى لا يتحكم في سفرنا أحد. أجبروا إسرائيل على إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو. من حق صيادي غزة الصيد في البحر وليس فقط لعمق 12 ميل بحري. أوقفوا اعتداءات المستوطنين والاعتقالات التي تمت بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل. هذه مطالب غزة، وللعلم نحن لا نقبل بأقل من هذا. فلا تخونوا دماء أكثر من 1800 شهيد، ولا تنسوا جراحة 9700 فلسطيني نزفت، ولا تتركوا أكثر من 200 ألف مهجر بلا مأوى. وتذكروا أثناء تفاوضكم 760 منزلا قصفت و40 مسجدا دمرت. واعلموا أن المقاومة في الميدان أنجز مهمته على أكمل وجه، وسلمكم الراية، فلا تخيبوا آمالنا فيكم. بيض الله وجوهكم وسدد خطاكم. أخوكم الجريح ابن الشعب الفلسطيني.